سعد لي أوقاتكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم بهذا الفيديو. إذا كنتوا لأول مرة عم تشوفوني بالقناة يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لتوصلكم كل الوصفات وكل الفيديوهات اللي عم نزلها. اليوم وصفتنا رح تكون عجينة القطايف أو السيالات. القطايف العصافيري هي الأكلة اللي كتير نوع من أنواع الحلويات اللي كتير طيبة. هلأ اليوم رح نعمل العجينة على إيدنا. طبعا لهي العجينة رح نحتاج عنا معلقتين سكر كبار، بيكنج باودر، رح نحتاج كمان 500 ملي من المي، عنا كمان خميرة فورية، معلقتين من النشا، عنا كوب ونص طحين، تقريبا 500 ملي 500 جرام من الطحين. كمان عندي هون نص كوب من السميد الناعم، كمان عندي كوب حليب مجفف أو نص كوب ممكن إنه بكفي. رح نستخدم كمان البيكنج باودر ورشة ملح وفانيليا. طبعا هي كل مكونات الوصفة. طبعا رح أتركها كلها بصندوق الوصف بالغرام بالملي لحتى تطلع معكم الوصفة مزبوطة. هلا رح نحط أول شي بالخلاط المي مع البيكنج باودر والخميرة الملح كل المكونات سوا رح نخلطها. مثل ما شايفين هيك أنا عم نزل كل المواد الجافة على المي، ورح نخلطهم بالخلاط كتير منيح لحتى ما يضل عنا أي تكتلات. بالمرحلة الأولى بنحط كل المواد جافة مع النشا مع السميد، بعدين بنضيف الطحين بالمرحلة الثانية. هلأ هيك بعد ما خلطنا أول مرحلة رح نزل الطحين. طبعا أنا ضفت كوب تاني من المي، رح أكتب لكم المقادير كلها بصندوق الوصف لحتى ما تتخربطوا أبدا، لأنه كل طحين يعني بيحتاج لمي، يعني ممكن إنه حسب نوعية الطحين يلي بتستخدموها إنه يحتاج المي المناسبة. هلا هيك بعد ما خلطتها كتير منيح لمدة 3 دقايق تقريبا، هلا رح ننزلها بصحن يلي رح أتركها تخمر فيه. مثل ما شايفين هيك القوام لازم يكون، هذا هو القوام المزبوط للعجينة. هلا هيك رح أتركها تقريبا نص ساعة أو ممكن تتركوها ساعة لحتى تخمر معكم. بعدين بنبلش بتحضيرها، بنغطيها بنايلون، بنتركها على جنب أو بغطاء عادي، نتركها بمكان دافي طبعا. هلا رح نحمي المقلاية لحتى نبلش نحضرها. فيكن تستخدموا صاج أو تستخدموا أي نوع طواية عندكن أو أي شي، المهم تكون نوعية جيدة وما تكون تلزق. هلا بعد ما حميت بنبلش نصب الخليط بهذا الشكل. طبعا أنا هون مالي مسرعة الفيديو أبدا لحتى تشوفوا قديش عم تاخد وقت. بالنسبة للحرارة لازم تكون على نار متوسطة، ما لازم تكون نار كتير حامية ولا تكون كتير واطية، لحتى يعني وسط، لحتى إنه نتأكد عم تستوي على مهل وما تحترق معنا. هلا هيك مثل ما شايفين الثقوب بلشت تطلع، وهذا دليل على إنه العجينة مزبوطة وناجحة. مثل ما شايفين هيك لونها ذهبي كمان. هلا رح نصب كمان القرص تاني. طبعا الحجم فيكن انتو تتحكموا بالحجم حسب رغبتكن، حسب انتو كيف بتحبوا تعملوها، لشو رح تعملوها. مثلا اذا رح تعملوها قطايف عصافيري رح تصغروا الكمية القرص، يعني رح تصغروا. اذا رح تعملوها السيالات القطايف العادية هاي الحجم كتير مناسب. مثل ما شايفين طرية، ما عم تتكسر ابدا، كتير ممتازة، وحتى طعمتها يعني اطيب من الجاهزة على فكرة يعني. هلا هون انا عم حطهم على هاي المنشفة النظيفة لحتى يبردوا، بعدين بنطبهم. فينا نحتفظ فيهم مثلا بالفريزر او نجهزهم فورا، بضلوا معكم يعني بضلوا اكتر من الجاهزة بكتير يعني، ولا بيتكسروا. يعني انا عملت الكمية طلعت معي يعني تقريبا مثل ما شفتوا كتير، يعني كمية ما شاء الله كتيرة، يعني ضلت يومين عندي بالبراد ولا صار لي اي شي. هلا هيك مثل ما شايفين عم نصب كمان واحد
لحتى تشوفوا انه كلهم عم يطلعوا مثل بعضهم بنفس النجاح، بنفس اللون، بنفس الطراوة. وحتى الوقت يلي عم تاخده يعني تقريبا اقل من دقيقة، يمكن 40 ثانية عم يكون جاهز عندي. يعني كتير شغلة كتير يعني سهل، ومكونات كتير بسيطة وأكيد موجودة بكل بيت، وبتعملوا أكلة حلو لأولادكن لعائلتكن كتير طيبة ومفيدة. هلأ هون رح نجهز العصافيري، رح نبلش نجهزهم كمان بهذا الشكل، يعني حسب رغبتكن، حسب الحجم يلي انتو بتحبوه. طبعا إذا كان عندكن الصاج أكبر فيكن تحطوا عدد أكتر من القراص، فيكن تصبوا عدد كبير. أما مش شايفين أنا عندي هون المقلاية هاي نوعيتها كتير جيدة لهيك بستخدمها، بس شوي حجمها صغير. هلأ أنا هون رح أعمل أكتر القراص من هاي الحجم، لأنه الولاد بدهم إنه أعملها باللبة. هلأ هون أنا جهزتهم هيك صارت خالصة عندي كل الكمية، ومثل ما شايفين طلعت بهاي الكمية كلها، يعني ما شاء الله تقريبا طلعوا 40 قرص، ومثل ما شايفين كتير طرية وناجحة. ولهون بكون وصلت معكم لنهاية هذا الفيديو. إذا حبيتوا هاي الوصفة دعموني باللايك والاشتراك بالقناة، وأهلا وسهلا بالجميع.